بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ هذا الدرس نستكمل ما كنا أشرنا إليه في مواطن من هذا الدرس، وهو آداب طالب العلم. فمن آداب طالب العلم البعد عن الجدل والبعد عن المراء، فإن المراء والجدل نهي عنه إلا ما كان منه يقصد به الوصول إلى الحقائق والوصول إلى النتائج المثمرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي ربض الجنة، يعني وسطها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالبعد عن الجدل مطلوب لطالب العلم، لأن الجدل يوصل والعياذ بالله إلى الأحقاد وإلى المشاحنة، ويدخل الإنسان في باب الزهو والغرور وإرادة الغلبة. فالجدل الذي يكون هذا حاله لا شك أنه منهي عنه وأنه مذموم، لكن الجدل الذي يقصد به الحوار للوصول إلى النتائج المثمرة والمفيدة فهذا أمر مطلوب. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فجاء في بعض النصوص الأمر بالجدل، وجاء في بعضها الآخر النهي عنها. والجمع بينهما أن الأمر بالجدل يقصد به المناقشة التي تثمر النتائج الطيبة والنتائج الصحيحة. والنصوص الواردة في النهي عن الجدل يقصد بها الجدل المذموم الذي يقصد به العلو والارتفاع على الأقران، ويقصد بها إبراز الذات والنفس، ويقصد بها التغلب على الخصوم في النقاش. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون قصده من المذاكرة مع أقرانه ومع زملائه، أن يكون قصده من المناقشة الوصول إلى الفوائد المثمرة وإلى النتائج الصحيحة. ولا يجوز أبدا أن يكون في نفسه مقصدا من الشهوات الخفية، كأن يقصد التغلب على أقرانه وزملائه، أو أن يقصد أن يشار إليه بالبنان وعلى قدرته وصلابته في المسائل ونحو ذلك. فهذه قصود مذمومة، وهي داخلة والعياذ بالله في الرياء والسمعة الذي نهي عنه. ولكن المذاكرة هذا أمر مطلوب، فإن مذاكرة العلم من أعظم الأسباب الموصلة إلى حفظه. يعني عندما يجتمع مجموعة من طلبة العلم ويتذاكرون في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة وفي مسائل اللغة وفي مسائل الأصول ونحو ذلك، هذه من الوسائل التي ترسخ العلم والتي تجعل الإنسان يستفيد. فربما تقرأ فائدة في كتاب فتفهمها على وجه، فإذا جئت وتذاكر إخوانك وجدت من يصلح لك الخطأ ووجدت من ينبهك على الخطأ. لكن عندما نفقد المذاكرة فإن العلم ينسى. العلم يحفظ بأمرين: الأمر الأول بالعمل، والأمر الثاني بالمذاكرة. ولهذا كان السلف الذي يرجع إلى تراجمهم يجد أنهم كانوا يتذاكرون أحيانا الليل كله حتى يبرق الفجر، يتذاكرون، هذا يأتي بحديث وهذا يأتي بحديث على وجه الفائدة وليس على وجه المناقشة المذمومة التي يراد منها ضرب كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. فينبغي الحرص على المذاكرة
والحرص على الاستفادة والحرص على التحقيق والتأمل والتدقيق. فطالب العلم ينبغي أن يكون ممحصا للمسائل، وينبغي أن يكون دقيقا في الفهم ودقيقا في اللفظ ودقيقا في التفصيل، وألا يعتمد على القول المجمل العام، فالأقوال المجملة والأقوال العامة لا تفيد الإنسان. الذي يفيد الإنسان هو التفصيل والتحقيق والتمييز بين المسائل. فهذه الأمور مما ينتفع بها طالب العلم. بالنسبة لكتاب التوحيد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الاستغاثة، وهو الذي عنون له المصنف بباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. واليوم معنا باب يمكن أن يكون عنوان هذا الباب دلائل التوحيد. يمكن أن يكون عنوان هذا الباب أدلة التوحيد أو دلائل التوحيد. الباب هو معنون بآية. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تلاحظون أن عنوان الباب آية، والمقصود من كون عنوان الباب آية يعني أن عنوان هذا الباب هو موضوع هذه الآية، وموضوع هذه الآية الاستدلال والبرهنة على بطلان شرك المشركين، فهي داخلة في دلائل التوحيد. أدلة التوحيد أو دلائل التوحيد نوعان. النوع الأول أدلة تدل على ثبوت التوحيد، يعني على إثبات التوحيد وصحته. وأدلة النوع الثاني أدلة تدل على بطلان نقيضه. فمثلا من الأدلة الدالة على صحة التوحيد وإثباته الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. فالله عز وجل في آيات كثيرة يستدل بخلقه للمخلوقات على أنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ويستدل بالبعث أيضا، وأن الله عز وجل الذي يبعث الناس يوم القيامة من القبور هو المستحق للعبادة، ويستدل أيضا بتدبيره للكون وتصريفه للكائنات، ويستدل بعظمة المخلوقات على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. فأدلة الكمال، أدلة الخلق وأدلة التدبير وأدلة الكمال، هذه كلها من الأدلة التي تثبت التوحيد. ولهذا ذكرنا في دروس سابقة أن موجب استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة أمران: الأمر الأول كمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، والأمر الثاني كمال إنعامه. وهذه كلها موجودة في كتاب الله. الاستدلال بالخلق وأوصاف الله عز وجل الكاملة وصفاته العظيمة على أنه هو المستحق للعبادة، وأن المعبودات الأخرى لا تملك هذه الصفات. وأيضا هناك الاستدلال بكمال إنعامه على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه لهذا الإنعام وهذا العطاء هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. فهذا النوع الأول من دلائل التوحيد. وفي هذا النوع ما لا يحصى من الآيات، أعدادها كثيرة، بل لا يكاد يخلو جزء من القرآن أو حزب من القرآن إلا وفيه هذا النوع من الاستدلال. النوع الثاني من الاستدلال هو الذي معنا هنا، وهو الاستدلال على بطلان عقائد المشركين. فإنه إذا ثبت بطلان عقائد المشركين فإن هذا يدل على أن التوحيد الحق هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب يمثل جزء من أدلة التوحيد أو جزء من دلائل التوحيد. باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الاستفهام إنكاري. الاستفهام يأتي لأغراض متعددة. أحيانا يأتي الاستفهام للاستعلام، وأحيانا يأتي الاستفهام للتقرير،
وأحيانا يأتي الاستفهام استفهاما إنكاريا يتضمن النفي، أيشركون ما لا يخلق، يعني هذا يتضمن الإنكار عليهم في شركهم، وهو يتضمن نفي صحة هذا الشرك، نفي صحة هذا الشرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا. ما هو الدليل على أن هذا الشرك باطل؟ أن الشريك مع الله عز وجل لا يخلق، وأن هذا الشريك مخلوق، وأنه لا يستطيع النصر، وأنه لا يستطيع نصر نفسه. هذه 4 معاني موجودة في الشريك الذي يعبد من دون الله عز وجل، تدل على النقص، وهي تدل بناء على هذا أن الشرك بغير الله عز وجل باطل. وهذه المعاني 4 موجودة في كل نوع من أنواع الشرك، موجودة في الأصنام، موجودة في من أشرك بالأنبياء، موجودة في من أشرك بالملائكة، موجودة في من أشرك بالسماء أو الأرض أو النجوم أو الكواكب أو أي ما يكون. هذه العناصر 4 موجودة. غير خالق، لا يخلق شيئا حتى لو كان نبيا، وهم يخلقون، هو مخلوق، والمخلوق محتاج إلى من خلقه، فقير إليه، والفقير لا يكون إلها، ولا يستطيع لهم نصرا، يعني لا يستطيع الاستقلال بالنصر، فهو لا يمتلك النصر، ولا أنفسهم ينصرون، يعني غير قادر على نصر نفسه، يعني إذا كان بعيدا عن الله عز وجل غير قادر على نصر نفسه. كل هذه المعاني تدل على بطلان الشرك. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة التي تكون على النواة في وسط التمرة. عندما تأتي بالتمرة وتقسمها تجد على النواة لفافة رقيقة، هذا هو القطمير. فالله عز وجل يقول عن هذه المعبودات جميعا بكل أصنافها أنها لا تملك القطمير. وفي الحقيقة أنه لا يوجد أحد في الدنيا كلها مالك إلا الله سبحانه وتعالى، وملك العبد لأي أمر من الأمور هو فرع عن ملك الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي ملكه ذلك، وإذا شاء سلبه. فأنت تملك المال، هذا الملك للمال ليس ملكا مستقلا، وإنما هو بتمليك الله لك إياه، وإذا شاء سلبه. وهكذا المنزل، وهكذا الولد، وهكذا الحياة وهكذا نفسك التي بين جنبيك أنت لا تملكها، وهكذا جوارحك، نظرك، سمعك، بصرك، أنت لا تملك نفسك، أنت لا تملك نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها وحده. وهكذا كل مخلوق فهو فقير إلى الله عز وجل، وفقره يعود إلى أمرين: فقر نفسي إلى الله سبحانه وتعالى، وفقر فطري وخلقي موجود في جوارحه، فهو غير قادر على الخروج من هذا الكون، وهو غير قادر على تدبير نفسه. ولو أن الله عز وجل سلبه أي نعمة من النعم فهو غير قادر عليها. ولهذا من الأدلة العجيبة الآية الواردة في الذباب: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. يعني إذا كان الذباب وهو من أصغر وأحقر الكائنات إذا أكل شيئا من طعامك فإنك غير قادر على إرجاعه، غير قادر على إرجاعه. ولهذا يقولون في هذا العصر، يقولون أن من العجائب في الذباب أنه إذا أكل الأكل تحول بشكل مباشر إلى مادة أخرى مختلفة، وبناء على هذا انتهت المادة السابقة، فأنت غير قادر على أن تحوله مرة أخرى. وكل من ادعى الربوبية فهو يشعر بطلان دعوته في نفسه. ولهذا النمرود عندما قال له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف استدل على أنه يحيي ويميت؟ أتى برجلين قال أنا أستطيع قتلهما وأستطيع إرسالهما الآن، فقتل واحد وأرسل واحد، قال إذن أنا أحيي وأميت. فعدل
إبراهيم عليه السلام عن مناقشته في هذه القضية مع وضوحها، لأنه قادر إبراهيم عليه السلام أن يقول أحيي من قتلت إن كنت صادق، لكنه عدل إلى أمر واضح جلي لا يستطيع إنكاره، وهذا من ذكائه عليه السلام، وهو يدل على أن الداعية ينبغي أن يستخدم البراهين الواضحة القوية، وأن لا يشتغل بالمعاني الغامضة، لا سيما فيما يتعلق بالحديث مع العوام. قال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إن كنت صادق هات بها من المغرب. عدل إلى أمر كوني غير قادر على أن يلتف عليه بهذه الحيلة الشيطانية، على أنها ليست حيلة في الحقيقة، هي قضية مهزومة حتى مع استدلاله عليها. وهناك أدلة كثيرة من القرآن تدل على هذا المعنى غير هاتين الآيتين، لكن هو ذكر الأمثلة على ذلك فقط. قالوا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته وفضله، وهو أفضل مخلوق، هو أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام، مع هذا شج، والشجة هي الضربة في الرأس، وكسرت رباعيته، والرباعية هي السنان اللذان يأتيان بعد الثنايا، والثنايا هما السنان اللذان يأتيان في مقدمة الأسنان. كسرت إحدى الرباعية وشج. ولو كان إلها معبودا لما حصل له ذلك، لكن هذا يدل على أنه بشر، لكنه نبي تجب طاعته. ولهذا من رفع النبي إلى مرتبة الإلهية نستدل عليه بهذا الحديث، وأن هذه ليست أوصاف الإله. لكن هل يخرجه ذلك من وصف النبوة والرسالة والمحبة والتقدير والإجلال؟ لا يخرجه ذلك، فهو بشر، لكنه من أفضل البشر ومن أكرمهم عند الله سبحانه وتعالى، وله من المنزلة ما ليس لغيره. ولهذا قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. لماذا قال ليس لك من الأمر شيء؟ لأنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني ليس لك من الأمر. ولهذا من قاتل يوم أحد بعضهم تاب بعد ذلك وأصبح من المجاهدين كخالد بن الوليد وغيره، وبعضهم استشهد في سبيل الله، فتاب الله عز وجل عليه، وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. قال: وفيه، يعني في الصحيح، وفي الغالب إذا أطلق الصحيح فإنه يقصد به صحيح مسلم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. ووجه الدلالة منه هو نفس الوجه السابق. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقد أسلموا، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، يعني أسلموا بعد ذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف يدعى فيه الإلهية وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد: سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل مخلوق، طبعا ما دونه من باب أولى، إذا كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوق لا يغني عن أحد من الله شيئا، لأن الله عز وجل هو مالك الثواب والعقاب والجنة والنار، وهو مالك سبحانه وتعالى الرغبة والرهبة، وبيده كل شيء، ولا يجوز لأحد أن يرفع مخلوقا إلى مصف الإلهية،
لا في الخلق والتدبير ولا في التعبد والتنسك ولا في الطاعة والتشريع، يعني الطاعة المطلقة، وإنما وجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل بذلك، فقد أمر به في أكثر من 30 موضع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز صرف العبادة له، لأنه لا يملك أن يدخل أحد الجنة أو يخرجه من النار، ولا يملك أن يثيب إنسان أو يجعله معاقبا، ولا يملك أن يعمل أي شيء في قدر الله عز وجل. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ كيف بالصحابة مثلا؟ كيف بالأئمة؟ كيف بغيرهم؟ وهذا يدل على أن مظاهر الشرك في الغلو في الصالحين كلها تدل على أن هذا من الشرك، وأن هذه النصوص تدل على بطلانها. ويدخل في ذلك ما يفعله الصوفية عند أوليائهم أو الشيعة عند أئمتهم. يعني الشيعة يعتقدون أن الإمام المهدي المنتظر أنه يغفر الذنب، وأنك إذا دعوته، حتى أن بعضهم، وقد سمعته بنفسي، بعض شيوخ الشيعة قبحهم الله، يقولون عن الإمام المهدي أنك إذا سألته فإنه يستجيب لك وليس بينك وبينه حجاب، ويستخدمون النصوص الشرعية الواردة في الله تعالى ويسقطونها على المهدي، مع أنه لا يوجد هناك مهدي في سرداب. يقولون هذا المهدي دخل في السرداب في سامراء في القرن الخامس وهو صبي صغير ولم يخرج إلى الآن، ويأتون في كل سنة ويسرجون رحالهم ويقولون عجل الله فرجه ويسر مخرجه. والحقيقة أنه ليس هناك مهدي وليس هناك أحد، وإنما هي لعبة من شياطين الإنس يضلون بها الضالين من الناس. فالشيعة من أضل الطوائف، ولهذا يقول أبو الربيع الزهراني رحمه الله: لو كان، يقول: قاتل الله الخشبية، لو كانوا من البهائم لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه لقيه أحد الجن وقال: إن شر الطوائف عندنا الرافضة، وهم فعلا أشر الطوائف، فإن اليهود أشركوا بتعظيمهم لبعض الصالحين فيهم، وكانوا يعظمون أتباع موسى، والنصارى يعظمون أتباع عيسى، وهؤلاء يكفرون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نقل لنا الدين هم الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كان هؤلاء كفار فمعنى هذا أن هذا الدين باطل. هؤلاء الذين يأتون ويقولون تقية أمام البشر، يقولون نحن نقر بهذا القرآن، نقول لهم: من نقل هذا القرآن؟ من الذي أوصله إلى الناس الذين تكفرونهم؟ فإذا كفرتموهم فمعنى أن ناقل هذا الكتاب هو كافر، فكيف تقر به مع أن ناقله كافر؟ ولهذا الشيعة دينهم هو دين الكذب والخرافة والعياذ بالله، وهم من أخس الطوائف وأقبحها، وهم من أسوأ المنافقين، وهم الذين يمثلون النفاق في هذا العصر الحديث. يعني النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله عبد الله بن أبي بن أبي سلول وغيره، فالرافضة اليوم يمثلون النفاق في هذا الزمان والعياذ بالله. وبعض الناس يتساهل مع هؤلاء الرافضة، وبعضهم باسم الرأي والرأي الآخر يقول لا بد لهؤلاء الرافضة أن يظهروا آراءهم، أي آراء، لا يوجد عندهم إلا الخرافات والضلال والكذب باسم التقية. ولهذا يا إخواني هؤلاء خطر على الإسلام والمسلمين، هؤلاء خطر، وبالذات في هذه الفترة، فإن أصبحت لهم قوة، وأصبحت لهم سطوة، وأصبح لهم دعم، وأصبحت لهم دولة، وأصبح هناك لهم حركة في البلاد الإسلامية لم تكن موجودة سابقا، وهذا يهدد أهل السنة والجماعة.
وبعض الناس يقول لنا أنكم عندما تتكلمون عن الشيعة أنتم طائفيون. نقول ما معنى الطائفية أصلا؟ الطائفة من؟ أهل السنة طائفة؟ أهل السنة هم بقية المسلمين. الآن الشيعة هم الطائفة، هم المجموعة المحددة طائفة، بقية المسلمين هم السنة. ولهذا يا إخواني لا تظنون عندما تسمعون أن الشيعة يقتلون أهل السنة في العراق أنهم يقتلون مثلا المتدينين أو المجاهدين من أهل السنة في العراق. لا، قد يقتلون شخصا لا يصلي لأنه ليس شيعيا، ما دام ما هو شيعي فهو سني، لأنه ليس هناك قسمة ثالثة، لأنه هم مسكوا المسلمين وقسموهم، قالوا إما شيعة وهذا جزء بسيط من عموم المسلمين، وإما بقية المسلمين وهم السنة. ولهذا قد يقتلون الشخص وهو من الشباب العابثين الذين يشتغلون بالطرب والغناء أو يتعاملون بالمسكر أو يأخذون المخدرات أو نحو ذلك، لأنه سني. فهم لا يقصدون بالسنة ما يعرف عندنا الآن بالمطاوعة أو الملتزمين أو غيرهم، لا، هم يقصدون بالسنة كل إنسان أبوه أو جده ليس شيعيا، وإنما هو من عموم السنة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الثاني مكمل له. يعني الباب الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا يدل على بطلان الشرك عموما، والنصوص الواردة فيه وردت بعض النصوص عامة ووردت بعض النصوص خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يدل على بطلان الشرك في الملائكة بشكل خاص، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية نزلت في الملائكة، فالملائكة يعني عندما ينزل الوحي من السماء كما سيأتي في الحديث الذي بعده تصيبهم رعدة وخوف وفزع من أمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تطمئن قلوبهم. وجه الدلالة أن هؤلاء الملائكة لو كانوا آلهة لما حصل عندهم هذا الفزع، فهذا يدل على أنهم مخلوقين مربوبين وأنهم يتعبدون لله عز وجل وليسوا آلهة. إذن الدلالة التي تؤخذ من الباب الأول والباب الثاني هو أن المعبودات ناقصة لأنها مخلوقة، والمخلوق ناقص، يعني المخلوق من حيث هو مخلوق فهو ناقص، لأن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فالمخلوق ناقص لأنه مفتقر إلى خالقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الافتقار نوعان: افتقار اضطراري جبلي موجود في جبلة الإنسان، وافتقار اختياري يفعله الإنسان، وهذا هو التعبد لله عز وجل. فالافتقار الجبلي موجود في كل المخلوقات، كل المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل لأنها مفتقرة إلى مبدعها ومفتقرة إلى صانعها ومفتقرة إلى خالقها سبحانه وتعالى، فهي لولا أن الله خلقها لما كانت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني كان الراوي يشير بهذه الطريقة هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. مسترق السمع من الجن والشياطين، يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السحاب فيستمعون إلى ما يدور بين الملائكة من خبر عن أمر الله عز وجل، فقد يأخذون جزء منه ثم ينقله الذي فوق للذي تحته. أحيانا يأتي النجم فيحرقه قبل أن ينزل الخبر، وأحيانا يأتي الخبر
فيكون جزء من الحقيقة، ثم يكذب يوصله إلى الكاهن ويكذب عليه الكاهن مثله أضعاف. فإذا كما سيأتي معنا في الحديث، فإذا صدق قول الكاهن ولو مرة واحدة وكذب 1000 مرة، ينسى الناس الكذبات هذه كلها ويقولون صدق يوم كذا وكذا. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ووجه الدلالة منه هو نفس وجه الدلالة من الآية. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، يعني الرجفة أخذت من السماء، وهذا يدل على أن السماء وهي العظيمة ترجف. أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وجه الدلالة منه أن السماوات يحصل فيها الرجفة وأن الملائكة تحصل فيها الرجفة، فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل، فلا شك أن ما دونها يكون من باب أولى. ولا شك أن هذه حجة عظيمة وبرهان قاطع على أن كل المعبودات من دون الله عز وجل فهي فقيرة محتاجة إلى الله عز وجل، غير مستحقة للعبادة. باب الشفاعة، هذا الباب من الأبواب المهمة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المقصود بها الوساطة، يعني الشفاعة هي التوسط للمشفوع له عند المشفوع عنده في أمر من الأمور يحتاجها المشفوع له. فعندنا شافع وعندنا مشفوع له وعندنا مشفوع عنده. فالشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي ادعاها المشركون، وهي التي سيكون عليها الكلام في هذا الباب، هي التي ادعاها المشركون. فالمشركون يزعمون أنهم لا يعبدون هذه الأصنام أو الأولياء أو الصالحين أو نحو ذلك، لا يعبدونها لأنها بديل عن الله عز وجل، بل يقولون نحن نعبدها لأنها وسائط بيننا وبين الله. فهم يعظمون الله، لكن يجعلون هذه الأمور الشركية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربا. فهذه الشفاعة شفاعة منفية. لماذا شفاعة منفية؟ شفاعة منفية أولا لأن الأعمال التي يقدمونها لهذه المعبودات هي عبادات يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، ففعلها لهؤلاء المشفوع عندهم يعتبر من الشرك. فهذه العبادات هي حق خاص لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه المعبودات التي يزعمون فيها الشفاعة لم يأذن الله عز وجل لها في الشفاعة، فالشفاعة حق لله عز وجل، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء. فلا يصح ادعاء أن هذه شافعة عند الله عز وجل مع عدم إذن الله عز وجل لها. ولهذا الحقيقة أن هؤلاء المشركين تصوروا أن الله عز وجل يشبه الخلق كملك عظيم لا يعطي حقوق العبادة
إلا بوجود وسائط عنده من الوزراء أو المستشارين أو كبار رؤساء الأجناد أو نحو ذلك من المحيطين ببلاطه وسلطانه. هذا التصور واضح عند المشركين لأنهم لم يشترطوا في صحة الشفاعة إذن الله عز وجل، لاعتقادهم أن ما عند هذه المعبودات من المكانة عند الله عز وجل تقتضي أن لها حقا على الله عز وجل، فإذا طلبوا مغفرة ذنب عبد من العباد الذين يقومون بالتعبد لهم فإن الله عز وجل سيقبل، مثل أي ملك يحتاج إلى وزرائه في إدارة ملكه، أو يحتاج إلى جنوده في الذود عن سلطانه، أو يحتاج إلى مستشاريه في الرأي الحصيف مثلا ونحو ذلك. فهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، ولهذا ظنوا أن لهذه المعبودات حقا خاصا عند الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يتعبدون لها مباشرة دون مراعاة هل أذن الله لها أو ما أذن لها. وهذه قضية واضحة، ولهذا أطال في شرح هذه القضية وبينها شيخ الإسلام رحمه الله في موضعين. الموضع الأول في التوسل والوسيلة، والموضع الثاني في رسالة صغيرة ممتازة جدا أتمنى كل طالب علم أن يقرأها، بعنوان الواسطة بين الحق والخلق. الواسطة بين الحق والخلق. ذكر أن الواسطة طبعا نوعان: واسطة صحيحة وهي مثل وساطة الأنبياء في إبلاغ الرسالة، ووساطة باطلة مثل وساطة المعبودات، زعم المشركين أن هذه المعبودات تتوسط لهم عند الله عز وجل، هذه وساطة باطلة. لكن الأنبياء والمرسلين ونحو ذلك توسطوا بين الله عز وجل وخلقه في تبليغ رسالته، ولهذا لا يحرفون منها شيء، لا يزيدون ولا ينقصون. وحتى لو كان في الرسالة نوع من العتب على الأنبياء فإنهم لا يحرفون فيها شيئا ولا ينقصون، لأنه من الدين الذي أمروا أن يبلغوا الناس به. هذا ما يتعلق بموضوع الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة، يعني ليست في الدنيا وليست في البرزخ، وإنما هي يوم القيامة تكون بشروطها. فالشفاعة ملك لله عز وجل، الله عز وجل غير محتاج لهؤلاء الشفعاء، لكن من كرمه وفضله على هؤلاء الشفعاء سواء كانوا أنبياء أو شهداء أو صالحين، من كرمه أنه يأذن لهم فيشفع عنده فيقبل شفاعتهم في عموم الناس، وليس لأن لهم حق على الله عز وجل، فليس لأحد على الله عز وجل حق إلا ما جعله الله عز وجل حقا على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا. لكن ليس لهم حقوق في أن يستجيب دعاءهم إذا دعوا، أو في أن يعني يقبلوا شفاعتهم إذا شفعوا عنده. إذن الشفاعة تكون يوم القيامة، الشفاعة المثبتة الصحيحة تكون يوم القيامة لمن أذن الله بشروط. أولا، الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد والإيمان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يعني مسلم، فهذا يمكن أن يشفع له الأنبياء والصالحون والملائكة بعد إذن الله سبحانه وتعالى لهم. أما شفاعة المشركين فهي شفاعة باطلة وفاسدة كما وضحنا. باب الشفاعة وقول الله عز وجل وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا يدل على أن الشفاعة منفية دون إذن الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد حكم ألا يأذن لمشرك أن يشفع أو يشفع فيه. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة لله وليست حقا عليه، هي ملك له
يعطيها من يشاء فضلا وتكرما، وليست حقا عليه لهؤلاء الأولياء أو الصالحين أو غيرهم. فهؤلاء الأولياء أو الصالحين الله عز وجل ليس محتاجا لهم، هم المحتاجون إلى الله عز وجل. ليس كالملك الذي يشفع عنده لأنه محتاج إلى وكلائه ووزرائه ومستشاريه وجنوده. الله عز وجل ليس كذلك، الله عز وجل ليس محتاجا لهم، هم المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة في أصلها غير مستحقة لأحد، وليس لأحد حق فيها إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه. فالإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فشفاعتهم ما تنفع لأنهم لا يملكون شيئا، ولأن الشفاعة ملك لله، ولأن الله غير محتاج لهؤلاء، فهو سبحانه وتعالى الكامل كمالا مطلقا، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله عز وجل. يعني نفى كل ما يتعلق بوصف الملكية، سواء كان هذا الملك ملكا عينيا كاملا أو جزئيا، أو ملك منفعة ومنزلة ومكانة، فليس هناك ملك غير ملك الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني ليس له ملك مطلق ولا قسط، يعني ولا جزء منه، أو يكون عونا لله، يعني ولا فيه أيضا منفعة أن يكون مساعد لله. فالله عز وجل غني عن كل أحد. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. فحتى الشفاعة هي ملك لله عز وجل، ليس للعباد حق فيها، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع ابتداء، يعني ما يبتدأ الشفاعة، وليس له حق على الله عز وجل أن يقبل شفاعته، وإنما يستأذن ربه في الشفاعة، فإن أذن له شفع، وإن لم يأذن له لا يشفع. لاحظوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأنه غير مالك لها، ولأنه غير مستحق لها، يعني ليس على الله حق في قبولها. قال: لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله السابق. وهذا تحقيق دقيق. الذين يطلبون الشفاعة الآن في الحياة الدنيا من الناس، نقول: إذا كان الإنسان حي وتطلب منه أن يشفع لك عند الله عز وجل، فإن كنت تعتقد أن على الله حق له أن يستجيب دعاءه فهذا من الشرك. وإن كنت تقصد بالشفاعة يعني أن يدعو لك عند الله عز وجل،
فهذا من جنس دعاء الصالحين، قد يستجاب وقد لا يستجاب، فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا مات فإن طلب الشفاعة منه شرك أكبر، لأنه طلب من العبد فيما لا يملك، وكذلك إذا كان في البرزخ، وكذلك بدون إذن الله عز وجل، كلها تعتبر من الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهذا الدرس إن شاء الله سيتوقف بسبب الاختبارات إلى بداية الفصل الدراسي الثاني، يعني الأسبوع الأول من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني نبدأ بالدرس يوم الأحد مباشرة. بالنسبة للإخوة الذين عندهم جوالات، يمكن أن يضعوا جوالاتهم عند الأخ عبد الرحيم البنوي، لأنه يمكن أن تصلهم رسالة عن استئناف الدرس أو نحو ذلك. يعني الذي عبى الاستبيانات السابقة تأتيه رسائل على الجوال باستئناف الدرس أو تأجيله أو نحو ذلك. يقول الأخ: هناك من يقول أن النذر حرام بدلالة أن النهي يقتضي التحريم. لا، الصحيح أن النهي مكروه وليس بحرام، ولهذا أمر الإنسان أن يفي به، والنهي هنا المقصود به الكراهة وليس المقصود به التحريم. هناك من يدعي أنه قومي عربي أو قومي سني، فهل هناك تضاد بين القومية والسنة؟ القومية سبق أن ذكرت أن القومية المقصود منها هو أن تكون الرابطة بين الناس التي يعقد عليها الولاء والبراء، والتي تكون أساس للنصرة، هي العروبة. ولهذا القومية لها جناحين: الجناح الأول الناصرية، وقد انتهت بهلاك جمال عبد الناصر، والجناح الثاني هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سقطت له دولة في العراق وبقيت له دولة أخرى في سوريا. القومية قائمة على المبدأ العلماني، وهو أن أساس الولاء والبراء ومعقد المناصرة ومعقد العلاقة هي العروبة فقط. ولهذا يفضلون العربي الكافر على المسلم غير العربي، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب متساويان لأن كلاهما عرب، ويرون أيضا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمية بن خلف متساويان لأنهما عرب. فالأساس عندهم هو العروبة، ولهذا أبرز أو أول من دعا إلى القومية هم نصارى الشام. يعني أول من حرك موضوع القومية مثل ميشيل عفلق مثلا وغيره هم من النصارى. ميشيل عفلق هو الذي أسس حزب البعث العربي الاشتراكي، أسسه في سوريا ثم اختلف معهم ثم جاء إلى العراق وأسسه، وذلك بدعم أجنبي. هؤلاء العلمانيين في العالم الإسلامي ليست جذورهم من الأمة الإسلامية نفسها، وإنما أخذوا الدعم من دول استعمارية كبرى ساعدتهم في ذلك. خلاصة القول أنه لا تجتمع القومية مع السنة، ولهذا أحيانا قد تسمعون في الأخبار. ينبغي أن نفرق يا إخواني بين المصطلحات الشرعية التي يذكرها العلماء في مثلا دروسهم أو كتبهم وبين المصطلحات الإعلامية. كلمة السنة دحين في المصطلحات الإعلامية يقصد بها الانتماء إلى غير الشيعة حتى لو كان زنديق من الزنادقة. ولهذا أحيانا يكون شخص علماني يقول لك أنا سني، هو علماني. إيش قصده؟ قصده أنه أبوه وجده يتعاملون في أحوالهم الشخصية وفي مجتمعهم بمنهج السنة، أما هو نفسه فقد لا يمت للسنة بوجه من الوجوه.
لا يلتزم بصلاة ولا بصيام ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وإنما قبلته الغرب متجه إليها. كفارة النذر ما هي؟ كفارة النذر هي كفارة اليمين. كفارة النذر هي كفارة اليمين. يقول: ما حكم الذي يقول علي كرم الله وجهه؟ ليس هناك شيء، يعني سواء قال علي كرم الله وجهه أو رضي الله عنه أو قالها لغيره، يعني قال أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله، هذه كلها من جنس الدعاء. لكن التخصيص إذا خصص أحد لابد أن يقيم على هذا التخصيص دليل. لكن لو أن إنسان ذكر أحد من الصحابة وقال كرم الله وجهه، هذا من الدعاء، ليس في الدعاء إشكال. أو قال رضي الله عنه أو قال عليه السلام أو نحو ذلك، هذه كلها من الأدعية ومن السلام، ليس فيها إشكال. الإشكال إذا خصص دون مخصص. أتمنى أن الأسئلة تكون واضحة يا أخواني. يعني هذا أخ يسأل عن موضوع صدام حسين، وسبقا تحدثنا عن الموضوع هذا، وأنه يعني لا ينبغي أن نشتغل في الكلام في الأشخاص، وليس له أي ثمرة ولا فائدة. شخص توفي وانتهى أمره إلى الله. يعني لست ملزما ولن تحاسب يوم القيامة ماذا تعتقد في صدام حسين. يعني يوم القيامة لن يسألك الله عز وجل ماذا تعتقد فيه، بل إنك لو لم تعرفه ولم تعرف اسمه ولم تدري ما وضعه ما تحاسب على هذا. ولهذا هذه المسائل ليست من المسائل التي يختلف فيها، وليست من المسائل ذات الإشكال. القضايا المهمة هي الأصول الشرعية. دائما التطبيق على الأعيان يحصل فيه الخلاف كثيرا بناء على مدى حصول الشروط الموجبة مثلا للمغفرة أو الموجبة للعقوبة. ما حكم سجود التعظيم سواء كان للحي أو للقبر؟ السجود للحي أو للقبر بقصد التعظيم يعتبر من الشرك، لأن السجود عبادة وصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. هذا الأخ يسأل عن المذكرة. بالنسبة للمذكرة يعني ستجمع مذكرة الأصول الثلاثة مع مذكرة كتاب التوحيد بعد تنقيحها وتوزع مرة واحدة، يعني بعد انتهاء الدروس بإذن الله تعالى. يعني لن توزع الآن حتى لا تشغلنا، ننتهي من الكتاب بإذن الله. رحمك الله. هل الإمامية كفار جميعا؟ سبق أن أشرت إلى أن الكفر في الرافضة، وهذا الاسم الصحيح لهم، الكفر في الرافضة كثير جدا، لأن الأصول الاعتقادية عند الرافضة أصول كفرية، وأصبحت هذه الأصول تدرس في الحسينيات وتدرس في المساجد، بل أصبحت يعني الشعارات الدينية عندهم مرتبطة بالشرك. فإذا جاء شخص مثلا ينشد في يوم عاشوراء في مدح الحسين بن علي رضي الله عنه، يعظمه إلى درجة جعله في مصاف الله سبحانه وتعالى أو في صف الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من الشرك. فالرافضة بصورة عامة لا شك أن دينهم دين كفري مخرج عن دائرة الإسلام. بالنسبة للأفراد، إذا وجد فرد لا يعتقد هذه العقائد حتى لو كان ينتسب إليهم لا يقع فيه الكفر، لأن مناطه غير موجود، يعني العلة غير موجودة. والقاعدة عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة في تكفير الرافضة هو ما عندهم من الشرك واشتهاره، وأصبح جزء من حياة الناس الاجتماعية. إذا هذه العلة غير موجودة في فرد أو فردين أو 10 أو 20 فهذا
يعني ملزم، يعني لا يلزم الإنسان أن يكفر مثل هذا. يقول: كنت قد نذرت نذرا بأني إذا حفظت القرآن سوف أتصدق بمبلغ من المال، فوفقت ولله الحمد إلى حفظه، فشق علي الوفاء بالنذر لكثرة المبلغ مع العلم بأني أملك هذا المبلغ، فماذا ترون؟ إذا شق عليك بسبب يعني بخل النفس فلا، لازم أنك توفي بالنذر. لكن إذا شق عليك لأنك لا تملكه فلا يلزمك حينئذ إلا إذا ملكته. لكن الأخ يقول أنه يملك المبلغ، إذا كان يملك المبلغ يلزمه أن يدفع هذا المبلغ. هو السؤال لماذا تنذر؟ السؤال لماذا تنذر؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، يعني ما يبغى يدفع بدون نذر، فلما نذر تورط، خلاص يدفع النذر إذا لم يكن هناك يعني مشكلة تترتب عليه كبيرة يعني. يقول: بعض الناس يقولون أنه لا يجوز وضع الله عز وجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض لأنه قد يساوون. يعني أنا اللي فهمت منه أنه مثلا بعض الناس يكتب الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه المقارنة بهذه الطريقة غير مناسبة. يسأل الأخ عن قنوت النوازل. لا شك أن قنوت النوازل يعني من الأمور المهمة عندما تحصل هناك يعني كارثة عظيمة في الأمة، فإنه ينبغي أن يتداعى الأئمة ويقنتون ويدعون للمسلمين بالنصر والتفريج من هذه الكربة. وهذا يعني أمر مستحب وأمر فاضل. وقد بلغني أن المسجد الذي فيه الشيخ صالح الحيدان حفظه الله أنه يقنتون ويدعون لأهل السنة في العراق بعد المجازر الأخيرة التي حصلت. ولهذا ينبغي فعلا الدعوة لأهل السنة في العراق، ويعني الدعوة إلى أن الله عز وجل ينصرهم، بل إنه ينبغي علينا أن ننصرهم بكل ما نستطيع، أن ننصرهم بالدعم المالي، لأنه كثير من أهل السنة الذين هجروا من بغداد ليس لهم مأوى، خرجوا من بيوتهم. تخيل عائلة بأكملها يخرجون من بيوتهم، مئات العوائل ليس لهم مأوى مع هذا البرد القارس، ليس لهم مكان يجلسون فيه، وليس لهم مأوى، وليس لهم مأكل ولا مشرب، وليس فضلا عن الأوضاع المستشفيات المأساوية. يعني مما ينقل في الأخبار أنه قد يدخل بعض أهل السنة في المستشفى جريحا أو مريضا فيقضي عليه هؤلاء الروافض في المستشفى، يقتلونه بدل أن يعالج يقتل. فلا شك أن أهل السنة في حاجة ماسة للدعم، وفي حاجة ماسة للدعاء، وفي حاجة ماسة للإعانة بكل ما نستطيع يعني من الإعانة، سواء كما قلت بالدعم المادي وهو متيسر عن طريق عدد من أهل العلم، وأيضا ما يتعلق بالدعاء لهم، ما يتعلق بكل أنواع الدعم والنصرة واجبة دون شك، ومن تخلى عن ذلك فلا شك أنه آثم بذلك. هذه محاضرة للشيخ هاني الجبير بعنوان حاجتنا للعلم الشرعي في مسجد الإمام الذهبي حي الجامعة. المحاضرة يوم الاثنين 3/1. نحن نحث الإخوة على حضور مثل هذه المحاضرات للمشايخ الفضلاء، لا سيما مثل الشيخ هاني جزاه الله خيرا.
يقول الأخ: ما معنى كلام الأشاعرة إن الله لا يتكلم بمشيئة وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر؟ الأشاعرة عندهم مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، فيعتقدون أن الصفات الفعلية والصفات الاختيارية التي تكون متعلقة بإرادة الله عز وجل يفعلها متى شاء وكيف شاء، أن هذا يقتضي حلول الحوادث بذات الله تعالى، وأن القول بحلول الحوادث بذاته تعالى يدل على بطلان دليل حدوث الأجسام الذي هو أبرز الأدلة عندهم، أو هو الدليل الوحيد على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذا السبب هو الذي جعلهم يقولون بأن الله يتكلم بكلام في نفسه ليس بحرف ولا صوت، ولهذا في الحقيقة هم قالوا بمقالة المعتزلة في أن القرآن مخلوق، وقد صرح عدد من علمائهم لا سيما شارح الجوهرة بأنه يجوز أن يقال بأن القرآن مخلوق في حلقات التعليم على سبيل التوضيح، لأن القرآن الموجود بين أيدينا هو المتكلم بحرف وصوت، وبناء على هذا هم يوافقون المعتزلة في هذه القضية، وهم يوافقون المعتزلة في أصول أخرى كنفي الصفات والرؤية ونحو ذلك. يقول: من المعلوم أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر، ولكن الحبيب علي الجفري يقول في إحدى القنوات أن الشرك الأكبر منفي عن هذه الأمة منذ أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدل بحديث إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ويقول أن الرسول بهذا الحديث نفى الشرك. هذا كلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عن آخر الزمان أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وأنه تعود الجاهلية في بعض بقاع المسلمين، وما نشاهده من أعظم الأدلة على هذه القضية، يعني ما نشاهده من وقوع الشرك في الأمة. ولعل يعني الجفري وغيره من الدعاة الذين يدعون إلى الاستغاثة بغير الله والاستشفاع بغير الله عز وجل هم نموذج على وقوع مثل هذه الشركيات في الأمة. يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هل المسلمون من أهل الكتاب؟ لا، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أما المسلمون فليسوا في هذا المصطلح، هم أهل كتاب، لكن مصطلح أهل الكتاب إذا قرأت في القرآن أهل الكتاب فالمقصود بهم اليهود والنصارى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.